في مكان النجم الكبير الذي لا يعوض انه كريستيانو رونالدو. بداية للامام، كرة خطيرة وجول. جول من البداية، من البداية غاب الدون وغاب كريم بنزيما، لكن موجود جاريث بيل. ارتقاء خيالي وكرة في منتهى الجمال، وريال مدريد ما مرت الدقيقة الثانية إلا وسجل الهدف الأول. هذا الكبير العام الماضي في هذا الملعب فاز بهدف نظيف سجله جاريث بيل، وفي هذه العودة مرة أخرى جاريث بيل يضع الكرة بهذه الجودة العالية الممتازة، وبالتالي يسجل جاريث بيل ويعطي ريال مدريد التقدم الآن في ملعب أنويتا ستاديوم في البداية الأولى. يا لها من بداية لريال مدريد، يا لها من بداية للفريق الملكي يتقدم الآن. طبعا ريال مدريد الأولوية للليغا الإسبانية. محاولة جميلة، كرة استقبال جميل، هذه هدف، هذه هدف، هذه هدف، هذه جول. جول! هذا راؤول الجديد، هذا راؤول غونزاليز جديد في مدريد، يسجل بطريقة راؤول ويفرح بطريقة راؤول. إنه راؤول غونزاليز جديد في الفريق الملكي، لكن الله على الاستقبال. المفروض والله الآن يطرش رسالة بيريز لنادال ويشكره على التوصية، لكن اللعيب هدف حقيقة. ما تقول هذا لاعب قليل الخبرة، لاعب يلعب للفريق الملكي، يسدد ويسجل بطريقة في غاية الذكاء، ويتقدم الآن ريال مدريد بهدفين نظيفين. واعتقد أن المشوار أصبح مفروشا بالورود البيضاء للفريق الملكي لأن يستمر. الماضي اللي كانت قوية، هذه فرصة، هدف ثالث، هدف ثالث، هدف ثالث، هدف ثالث من جاريث بيل، هدف ثالث من جاريث بيل، وبالتالي الأمور انتهت. 3 أهداف و3 نقاط وشباك الريال لم تهتز. يا لها من بداية، يا لها من بداية. طبعا انتهت المباراة وصفر حكم المباراة أيضا وأنهى الأمور، وبالتالي ريال مدريد يعود في الجولة الأولى خارج أرضه. هذه التمريرة جميلة جدا، السريعة كذلك للأمام، وبالتالي هدف ثالث. أيها السيدات والسادة، مبروك لعشاق ريال مدريد، وبالتالي الفوز الأول في المباراة الأولى. حظا أوفر أيضا لمحبي ريال سوسيداد، وليغا مشتعلة بالفعل منذ الجولة الأولى في هذه البطولة. بعد الفاصل الكلمة